السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ديليشيس فود. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض جوج تاع الانواع تاع الحليوات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. غادي نحضروا مع بعض الصابلي بالبراليني، ونعدلو غريبة بعقدة تاع التمر. ان شاء الله الوصفات تاع اليوم يعجبوكم وتجربوهم. نبداو ان شاء الله مع الشكل الاول اللي هو غريبيه بعقده ديال التمر. كنحتاج في المقادير نص كيلو عقده ديال التمر، انا خديتها جاهزه. ثم تقدروا تاخذوا التمر تفوروه ومن بعد تمعكوه مزيان. عندي هنايا 250 غرام ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو، وجوج خمارات ديال الحلوى نتاع المغرب، انا درت وحده ديال اوروبا. عندنا 250 غرام ديال القرقاع مطحون، 250 غرام ديال الزبيب حتى هو مطحون. ديروه في الآلة الكهربائية وكطحنوه عادي، ما تضيفوا ليه حتى شي حاجه. عندنا 200 غرام ديال السكر كلاصي، 50 غرام ديال الكاكاو، جوج البيضات، نص كاس تاع الزبده دايبه، وقبصه نتاع الملحه بطبيعه الحال. كناخذوا هذيك العقده نتاع التمر ديالنا، كنديروها في واحد الطاوه اولا جبانه اولا كل واحد كيف كيسميها. كنحاولوا اننا نخدموها شويه بيدينا، كنضيفوا عليها ديك الزبده دايبه، كنحاولوا اننا ندخلوها فيها مزيان. اللي بغات تستعمل العجانه تستعملها ماشي مشكل. هنايا بعد ما دخلت لينا ديك الزبده مع التمر كنضيفوا البيض، وحتى هو كنحاولوا اننا ندخلوه في التمر مزيان. كنضيفوا هذاك الزبيب اللي كنا طحناه، ومن بعد كنبقاو نضيفوا في العناصر الاخرين شويه بشويه. حنايا كنخلطوا فيكم ما كنزيدوا شي نوع، كنخلطوه مزيان مع ديك العقده ديال التمر والزبيب والبيض والزبده. صافي كنبقاو مكملين هكا حتى كنساليو كاع المقادير ديالنا. كنخليو العجينه ترتاح، نغطيوها وندخلوها للساعه عفوا للثلاجه لمده نتاع ساعه. بعد ما دازت ساعه درتها على شكل كويرات، مررتها في بيض البيض ومن بعد درتها في رقائق اللوز مهرمشين، ودخلتها للفران سخن من قبل على 180 درجه حتى تحمرات وتشقات من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، وبالصحه والراحه.